هاني شو الساحر العالمي ابن مدينة دمنهور، ألف مبروك لك يا هاني. الأسبوع اللي فات جمعية السحرة العالميين أهدت أو كرمت هاني شو ابن مدينة دمنهور وادوله أوسكار أحسن ساحر في الشرق الأوسط. هاني طبعا شارك في العديد والعديد من المسلسلات وبيتحفنا وبيسعدنا بأعماله الفنية. وطبعا السحر ده فن كبير يا جماعة، طبعا بيعتمد على المهارة والدقة والخدع البصرية. تعالوا نشوفوا زميلنا عمرو مسعود في حواره مع هاني شو، وهنعرض لكم طبعا لقطات من أعمال هاني. كل واحد يخلي باله، ممكن تبص تلاقي حمامة طالعة من جيبك، ممكن تلاقي طاقية لابسة على دماغك. السحر ده يا جماعة فن محدش يقدر يقاومه. تعالوا نشوفوا هاني شو العالمي ونرجع لكم تاني. Tony Hassini, World President of the International Magician Society. Each year we present the Merlin Award to highest achievers in the world of magic. Some of the previous recipients include David Copperfield, Sigmund Roy, Penn Teller, and Chris Angel. This year, our board of directors chosen Hany to receive the Best Stage Magic Middle East. That's a very heavy title. Congratulations.
أعزائي المشاهدين، معانا النهارده ابن من ابناء البحيره، مشرف محافظه البحيره ومصر كلها في المحافل الدوليه. معانا الساحر هاني شو. بنرحب بيك يا فندم. ازيك يا استاذ عمر، ازي حضرتك؟ استاذ هاني، يا ريت تكلمنا عن اخر جايزه خدتها، اوسكار تقريبا. اوسكار الالعاب السحريه، او بيسموها جائزه الميريلين العالميه، ودي تعتبر اكبر جائزه في امريكا او في العالم كله بالنسبه للسحر يعني. والحمد لله بعد تعب 25 سنه قدرت احصل عليها، وكمان حصلت عليها كافضل لاعب العاب سحريه على مستوى الشرق الاوسط. طب بمناسبه السحر، يا ريت حضرتك تكلمنا عنه شويه. والله ما فيش حاجه اسمها سحر، السحر كله عباره عن خفه يد ومهاره وتدريب، وكلها تكنيك وتكنولوجي وخداع بصري من الاخر يعني. مفيش حاجه اسمها سحر بجد يعني. استاذ هاني، يا ريت تكلمنا عن اعمالك الجايه ان شاء الله بعد اخر جايزه اخدتها. وان شاء الله انا في ورق كتير قوي ان شاء الله، ربنا يسهل فيه مجموعه من الافلام ومجموعه من المسلسلات ان شاء الله احاول اشتغل فيها. وقبل الاوسكار الحمد لله كان في مسلسل لعبه ابليس بتاع يوسف الشريف، ان شاء الله عملنا شغل حلو قوي قوي فيه، وطلع المسلسل بشكل عالمي لان انا ظبطت الخدع والتريكات. الحمد لله والشكر لله، ده التوفيق من عند ربنا. وكان قبل مسلسل لعبه ابليس كان ليا برنامج على الفضائيات 30 حلقه في رمضان برضو، وعملت دور بسيط كمان في مسلسل فيفا قطاطا، وعملت دور بسيط في فيلم كونغر حبنا بتاع بطولة رامز جلال. شغال دلوقتي وحاليا بصور فيلم مع عمرو واكد واحمد الفيشاوي اسمه والقرد يتكلم، اخراج الرائع بيتر ميمي، وان شاء الله ربنا يسهل فيه شغل جاي ان شاء الله. بشكرك جدا ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله. شكرا يا فندم، وانا اتشرفت. شكرا. اهلا بيكم مرة تانية، وشكرا لزميلنا عمرو مسعود، وبالتوفيق يا هاني. ما شاء الله حاجات جميلة جدا، وانطلقت الى العالمية. كل ده شرف طبعا لدمنهور وكل مراكز البحيرة ومحافظة البحيرة. طبعا احنا عندنا يا جماعة علماء، وعندنا ناس نابغة، وعندنا ناس متفوقين في جميع المجالات، سواء الرياضة او سواء الفن او